السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. نبتدي ان شاء الله على بركة الله. النهاردة هنتكلم شوية يا جماعة في الفونكس، والدرس بتاع النهاردة لجميع دارسي اللغة الإنجليزية وأي مرحلة اللي هو النطق عنده ضعيف يقدر يتابع معانا ويشوف كل جديد بالنسبة للفونكس. هتلاقي الدنيا سهلة معاك، وفي خلال فترة قصيرة جدا بعون الله وبإذن الله إن شاء الله هتقرأ. عندي هنا ال A وال T آت، حطينا لها بس ضفنا حرف ال B بقت بات بات، وهنا حطينا لها B بات، حطينا لها الاف. وتلاحظوا هنا يا جماعه معايا ان الحروف فعلا تشبه حروف اللغه العربيه، يعني الاف هنا هنطقه زي الف بالظبط. بصوا كده فات. حرف السي هنا هينطق كاف كات. الار زي ايه؟ برافو عليكم. حرف الر رات. حرف الام زي الميم بالظبط مات. حرف الاس سات. نيجي بعد كده اللي هو الآ أو حرف الإيه والإن آن، تبقى الكلمة الأولانية إيه؟ بان. ها؟ بان فان كان ران. ها؟ مان فان. بعد كده اللي هم الحرف الإيه والإم آم. يلا هام رام يام. طبعا حرف الواو يا جماعه بينطق زي اليه مفتوحه كده في اللغه الايه العربيه. يام دام جام ام. نيجي بعد كده للحرفين الاي والبي. اب لاب تاب ماب كاب زاب ناب جاب. بعد كده الاي والجي، وهنا الجي هتبقى عامله زي الجيم بالظبط. اج، يبقى النطق الحرفين اج. ركز معايا، ضفنا لهم ال والال ده يا جماعه يشبه حرف اللام بالظبط. لاج. ها؟ حرف التي سبحان الله زي الته بالظبط. تاج باج. حرف الدبليو بينطق واو. واج راج جاج ساج. نيجي بعد كده الاي والدي. اد داد لاد باد ساد باد هاد ماد. السي مع الكي هنا يا جماعه هتنطق كاف. حرفين دول مع بعض هيتنطقوا كاف، يبقى نطق المقطع اك. ضفنا له بي بقت باك. الاتش طبعا بينطق ه. حرف الاتش بينطق ه زي اللغه العربيه. هاك ساك باك لاك. الاي والار الصوت بتاعهم ار تبقى ها كار جار فار بار فارم بارم. نيجي بعد كده الاي لما بيجي وراها دبل ال او حرفين ال دول بتنطق اول. وكلمة اول لوحدها دي كلمة معناها كل. لما اقول all day يعني كل او طول اليوم. تمام اهو. ضفنا لها تي بقت تول. ها؟ شلنا تي حطينا اف فول. شلنا الاف حطينا الاس سمول. كول بول وول. ده كان درسنا النهارده في الفونكس، تجميع الكلمات اللي هي الفاميلي ليترز، الحروف المجمعه مع بعض حرفين مع بعض، ودي هتسهل معاك كتير النطق. وطبعا احنا مخصصين لها اجزاء على اكتر من من حلقه، بحيث ان انت تقدر تجمع الكلمات وتقدر ان انت تنطق. احنا محتاجين ان انت تنطق، تبتدي تنطق، بعد كده الدنيا هتمشي معاك. يا ريت يا جماعة تتابعونا ودعمونا بسبسكرايب ولايك والاشتراك في القناة عشان يجيلك كل جديد، ودوس على الإشعار. وإن شاء الله أشوفكم في حصة جديدة ودرس جديد مع مستر رمضان مهران وتعليم اللغة الإنجليزية ببساطة وسهولة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.